ازاي تعترض على نتائج لجان الحصر والتقسيم؟ الأول، مين هم لجان الحصر والتقسيم؟ أنا اتكلمت عن لجان الحصر والتقسيم في كذا فيديو قبل كده وشرحت القانون بالتفصيل، ولكن سريعا كده للي ما يعرفش، فالقانون الجديد للإيجار القديم، القانون رقم 164 لسنة 2025 الصادر في شهر 8 لسنة 2025، كان بيتكلم إن قوانين الإيجار القديمة هتتغير. عقود الإيجار القديمة هتنتهي بعد 7 سنوات بالنسبة للشقق السكني، وهتنتهي بعد 5 سنوات بالنسبة للمحلات التجارية والشقق الغير سكنية. طيب الإيجار بقى هيزيد قد إيه في خلال الفترة الانتقالية دي، 7 سنوات وال5 سنوات؟ الأول بالنسبة للمحلات التجارية والشقق الغير سكني، الإيجار هيزيد فيها 5 أضعاف الأجرة على طول، مش هيستنوا لجان حصر والتقسيم أو مش هيستنوا أي حاجة. من الشهر التالي لتطبيق القانون، وكان شهر 9، هتبدأ تدفع 5 أضعاف أجرتك لو أنت مأجر محل بإيجار قديم أو مأجر شقة بنظام الإيجار القديم، سواء كنت مستأجر أصلي أو من الورثة اللي ممتد إليهم عقد الإيجار، مع زيادة سنوية 15% على القيمة الأجرية اللي انت بتدفعها. ده بالنسبة للمحلات التجارية والشقق الغير سكني. النقطة بقى والاختلاف واللي كان عليه كلام كتير لحد دلوقتي هم الشقق السكني، الناس اللي مأجرين شقق سكني، وهو ده اللي مخصص ليهم لجان الحصر والتقسيم. يعني لجان الحصر والتقسيم بتصنف الشقق السكني فقط، علشان ناس كتير بتسأل في النقطة دي. لو انت محل تجاري او شقة غير سكني ملكش علاقة نهائي بلجان الحصر والتقسيم. والنقطة التانية كمان، لو انت عقد الإيجار اللي معاك مكتوب بعد سنة 96 انت ملكش علاقة بلجان الحصر والتقسيم. لجان الحصر والتقسيم للشقق السكني وليه عقود الإيجار اللي مكتوبة قبل سنة 96. طيب قلنا ان القانون الجديد ده في الجريدة الرسمية بتاعته كان بيوضح ان كل محافظ من محافظات مصر هيكون مسؤول ان هو يشكل لجنة اسمها لجنة الحصر والتقسيم. اللجنة دي هتنزل تقسم كل المناطق اللي فيها عقارات بنظام الإيجار القديم، هتقسمها ل3 فئات. الفئة الأولى وهي الفئة المتميزة، دي الفئة الأولى أعلى فئة. الفئة التانية وهي الفئة المتوسطة، والفئة التالتة هي الفئة الاقتصادية. عايزاك تتخيل كده معايا، لجنة الحصر والتقسيم اللي بيشكلها المحافظ هتنزل تقسم المناطق اللي متأجرة إيجار قديم، الشقق السكني فقط، ل3 فئات: متميز، متوسط، اقتصادي. بناء على ايه؟ بناء على معايير واضحة جدا، منها مثلا الموقع الجغرافي والمنطقة اللي فيها العقار، وكمان مستوى البنى ونوع مواد الإنشاء ومساحة الوحدة اللي هي متأجرة إيجار قديم، وكمان وجود المرافق العامة من عدمها زي المية والكهرباء والغاز، وكمان الخدمات العامة والبنية التحتية للعقار في طرق، في مدارس، في مستشفيات. كمان القيمة الإيجارية للعقارات اللي في نفس المنطقة حسب قانون الضريبة العقارية. يبقى هم بيقسموا المناطق وبيقسموا الشقق الإيجار القديم، بيقسموها بناء على المعايير دي. وقالوا ان لحد ما نتيجة اللجان دي تظهر، كل مستأجر شقة إيجار قديم أو من ضمن الورثة اللي ممتد إليهم عقد الإيجار هيدفعوا أجرة مؤقتة قدرها 250 جنيه. الكلام ده كله احنا اتكلمنا عليه كتير جدا الفترة اللي فاتت، وعملت فيديوهات كتير ووضحت وشرحت ايه أهمية تدفع، ازاي أهمية انك تدفع الأجرة، وايه أضرار انك بتدفعش الأجرة المؤقتة 250 جنيه، واتكلمنا عن الموضوع كتير. طيب دلوقتي وبتاريخ امبارح لجان الحصر والتقسيم ظهرت نتائجها. هم كانوا قايلين ان هم هياخدوا 3 شهور من وقت تطبيق القانون، وممكن ان هم يمتدوا كمان ل6 شهور، ولكن امبارح صدر قرار رسمي بنتائج لجان الحصر والتقسيم، وبدأت النتائج دي تقول كل محافظة من المحافظات اللي موجودة في مصر وكل المراكز والمناطق تتقسم لمتميز، متوسط، اقتصادي. وده اللي خلى ناس كتير تسأل ازاي ممكن اعترض على النتيجة. ناس كتير من امبارح بيسألوا
وغضبانين جدا من النتائج، لان هم شايفين ان المنطقة اللي هم فيها ما تنفعش تكون مثلا تم تصنيفها انها منطقة متميزة، او ان يتم تصنيفها حتى انها منطقة متوسطة، دي تكون منطقة اقتصادية لا غير، ما ينفعش تكون غير كده. فازاي او ينفع اصلا او لا انا ممكن اعترض على نتيجة اللجان؟ يعني مثلا في العادي في المحكمة لما يكون في حكم اول درجة، انا ممكن اعترض عليه بان انا مثلا اعمل معارضة، او ان انا ممكن اعمل معارضة استئنافية، انا ممكن اعمل استئناف، ممكن اطعن على الحكم باي شكل من الاشكال. طيب نتيجة لجان الحصر والتقسيم انا ممكن اعترض عليها ولا لا؟ لجان الحصر والتقسيم دي قرارات يمكن الطعن عليها ولا لا؟ طيب احنا هنا بنتكلم عن ان القانون ده بيوازن ما بين السلطة الإدارية والرقابة القضائية. يعني ايه؟ يعني لازم تفهم لجان الحصر والتقسيم دي بتشتغل ازاي. اللجنة زي ما عرفتك انها بتنزل تشتغل تعمل معاينة للشقق، او تنزل تعمل جدول وابحاث وتقسم المناطق. بعد التقسيم وبعد ما تشتغل بترفع توصية للمحافظ، المحافظ بيصدر قرار، القرار بينتشر في الوقائع المصرية زي ما هو انتشر امبارح كده، وشفت ان السوشيال ميديا كلها متغرقة بقرارات لجان الحصر والتقسيم وان هم ازاي مقسمين المناطق. طيب احنا كده فهمنا الآلية، لكن لحد دلوقتي القانون موضحش آلية للطعن الفني او القضائي على التصنيف نفسه. يعني لحد دلوقتي احنا لسه مش فاهمين ازاي ممكن نطعن فنيا او قضائيا على قرار اللجنة اللي صدر امبارح. هل المواطن اللي اتصنفت وحدته غلط ليه حق انه يطعن على القرار، ولا ده كده خلاص قرار نهائي؟ تخيل مستأجر في منطقة بسيطة فجأة يلاقي شقته اتصنفت انها منطقة متميزة، واللي كان بيدفع ايجار 50 جنيه بقى يدفع 1000 جنيه. اكيد اول حاجة هيسألها انا هطعن ازاي. وزي ما قلت لك القانون ما اداش حق الطعن على توصية اللجنة لانها مش قرار اداري نافذ، هي مجرد تقرير فني بيروح للمحافظ. فلو كان قرار اداري كنت ممكن بسهولة اقولك ان انت تقدر تطعن على القرار، ولكن لجان الحصر والتقسيم هي مش قرارات ادارية، هي عبارة عن لجنة ما بتعملش حاجة غير انها بتعمل تقرير فني بتوديه للمحافظ. طيب هل ده معناه ان انا كده ما عنديش حل وطريق ألجأ له للطعن؟ لا، انت ممكن تلجأ للطعن على قرار المحافظ نفسه. ليه بقى؟ لان ده يعتبر قرار اداري نهائي، يبقى انت مش هتعترض على قرار اللجنة لو انت شايف ان تم تصنيف منطقتك انها منطقة متميزة او متوسطة، وانت شايف ان منطقتك ما تصنفش غير منطقة اقتصادية. انت ما تقدرش تعترض على قرار اللجنة، انت ممكن تعترض على قرار المحافظ نفسه، لان زي ما قلت لك لازم يكون في قرار اداري، فانت ممكن تعترض على القرار المحافظ نفسه، ده بيكون امام مجلس الدولة. فلما تيجي تعترض على قرار المحافظ نفسه لازم يكون عندك سبب من الأسباب اللي أقولك عليها دلوقتي. السبب الأولاني إن يكون في عيب في الشكل، لو اللجنة ما التزمتش بالمعايير اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية واللي منصوص عليها في المادة الثالثة، يبقى القرار بتاع اللجنة قرار باطل شكلا. السبب التاني وده من أهم الأسباب، لو التصنيف ما يعبرش عن الحقيقة أو ما فيش مبررات واقعية للتصنيف. يعني ما فيش مبرر واقعي منطقي يا جماعة يقول إن المنطقة دي بيتم تصنيفها أنها منطقة متميزة. إزاي؟ دي منطقة عشوائية وما فيهاش خدمات، إزاي يتم تصنيفها أنها منطقة متميزة؟ طب أنت متضايق قوي كده ليه؟ لأن بناء على التصنيف اللجنة حضرتك هتدفع 20 ضعف اجرتك بواقع حد ادنى 1000 جنيه. تخيل تدفع 1000 جنيه في منطقه ما فيهاش خدمات، تدفع 1000 جنيه في منطقه ما فيهاش اصلا مزايا ولا حتى سعر السوق فيها بيعدي بالمبلغ ده، مش طبيعي. فلو قدرت تثبت ان التصنيف ما يعبرش عن حقيقه المنطقه او ما فيش مبررات واقعيه ليه، تقول ان قرار اللجنه اتبنى على فهم خاطئ، وده بيخليه فيما بعد ان هو قرار باطل. المستأجر اللي شايف ان التصنيف ظلمه ممكن يرفع دعوى مستعجلة لوقف تنفيذ القرار لحد ما المحكمة تفصل في الدعوى الأصلية، خصوصا لو في ضرر محقق، وانا متأكدة ان في أضرار محققة في نتائج لجان الحصر والتقسيم. يبقى نأكد تاني الكلام اللي انا قلته،
تعترض على قرار لجان الحصر والتقسيم؟ ما ينفعش، لانها مش قرارات اداريه. طب اعترض ازاي؟ تعترض على قرار المحافظ نفسه لانه هو قرار اداري. عمليا ممكن اعمل ايه؟ ممكن ترفع دعوى مستعجله لوقف تنفيذ القرار، انك تدفع الاجره الجديده اللي هتتحكم عليك لحد ما المحكمه تفصل في الدعوى الاصليه، خصوصا لو في اضرار عندك محققه. وفي الدعوة الموضوعية ممكن تطلب بندب خبير في المحكمة علشان يفحص مدى صحة التصنيف. يبقى في مبدأ أساسي لازم نمشي عليه: هل الزيادة في الإيجار بتعكس تحسن المنطقة ولا لأ؟ لو ما بتعكسش تحسن المنطقة يبقى أنت حقك أن أنت تعترض على قرار اللجنة.